المرجعية قتلوها من زمان، قتلوها يا شيخ. قالوا حكام، قالوا علماء السلاطين، علماء. هذا كتيب صغير قلنا اسمعوا وأطيعوا. من أوائل ما بدأت الأمور هذه، يعني قاموا الإخوان في الكويت بتحذير من هذه المظاهرات والخروج وغيره، فهذه كتبوا بعدين طبعوها ووزعوها. تعرفون التعليق على هذه؟ قال إيه خرجوا من القبور، يعني إحنا يسمونا جماعة إيش والله، وهذا ملتحي ولحيته أطول من لحيتي، يقول خرجت علينا جماعة اسمعوا وأطيعوا. والله أخبرت بعض الإخوان، قلت روح قل له اتق الله، اسمعوا وأطيعوا نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. صاروا ينبذوننا بألفاظ التي أمرنا بها أن نلتزمها يا شيخ، صارت محل نبذ. قلت بس روح قول له أنه إذا واحد تكلم في اللحية وضحك على لحيتك تقول هذا مرتد لأنه يسخر من لحية النبي أو من عمامة النبي، وأنت تسخر من حديث النبي. جماعة تسمعوا وأطيعوا، ويصفق ويغني يضحك علينا. جماعة تسمعوا وأطيعوا، وكذا حديث النبي اسمعوا وأطيعوا، هذا توجيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا. المفاهيم انقلبت.